خطيرة من هنالك، التوزيعة خطيرة، التسديدة. يا له من جول ويا له من لعبة، يا سلام. دول وفي الإعلام الرياضي لا، النادي الأهلي كان عنده حق. لما شفت الرد الفعل بتاع المنافسين دول اللي هم يعتبروا مباشرين ليك في الأزمة دي واستفادوا من اللي انت عملته، لا، النادي الأهلي كان عنده حق. عنده حق في 3 حاجات. أول حاجة، انت كان في نغمة موجودة في مصر ان النادي الأهلي ده نادي الدولة. ده ما حصلش، وإلا كان النادي الأهلي قراره اتنفذ. صحيح. فالنادي الأهلي مش نادي الدولة باعتراف صريح دلوقتي. النقطة الثانية، ليه انت تعمل في النادي الأهلي كده؟ ليه تعمل في النادي الاهلي؟ عايز توقع النادي الاهلي ليه؟ عايز تدخل النادي الاهلي في مشكله ليه؟ النادي الاهلي مشرف مصر ومشرف افريقيا، بيلعب في البطولات العالميه كلها، وصل مصر للمرحله مفيش نادي تاني. اجتهد انت واسعى ان انت تبقى زي النادي الاهلي، مش ان انت توقع وتدخل النادي الاهلي في مشكله. السلام عليكم. من اول ما مسك حسام حسن منتخب مصر واحنا قلنا في اكتر من مكان هنا ان حسام حسن لا يصلح لا فنيا ولا اي كفاءة لان هو يمسك منتخب مصر. لا هو بيعرف يتكلم زي ما الكابتن حلمي طولان قال، ولا بيعرف يدرب زي ما برضو الكابتن حلمي طولان قال، وكل الناس اللي عندها الجراءة ان هي تتكلم قالت ان هو ما عندوش تاريخ انه يمسك منتخب مصر. كل الناس عارفة طبعا ان احنا كأهلاوية كنا رافضين فكرة وجود حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر، وكان الزملكاويه بيطلعوا يصيحوا وبيتكلموا وبيدعموه على اساس ان هو ليه مواقف معاديه للنادي الاهلي. دلوقتي اول ما اخدوا على قفاهم من حسام حسن، دلوقتي في شياط كبير جدا جدا في 100 عقبه مع عند كل الزملكاويه بعد حلقه رامز مع حسام حسن. الغريبه ان كل الناس اللي طالعه تنظر على حسام حسن عشان طلع مع رامز هم نفسهم قبل كده طلعوا مع رامز، لكن الصدمة كانت في الكلام اللي قاله حسام حسن ان هو بيدعم زيزو ان هو يروح للنادي الاهلي، وكمان موقفه ان هو بيقول ان هو نفسه يدرب النادي الاهلي. طبعا راجل بيدرب منتخب مصر، يعني المفروض ان هو اعلى حاجة في الاندية او المنتخبات منتخب مصر بالنسبة داخل مصر، ومع ذلك هو بيتمنى ان هو يدرب النادي الاهلي. يا جماعة غير حتى طارق يحيى هنا اللي هو راح اكتر من مرة مع رامز جلال، شايفين نفسه قبل كده طالع ينظر على حسام حسن ان هو راح وملعون ابو الفلوس ومش ملعون ابو الفلوس اللي خلت حسام يروح مع رامز، رغم ان الموضوع في الظهور مع رامز ده لا يخضع تقريبا بنسبة كبيرة. الناس ديت عندها فلوس وكل حاجة، لكن بيبقى ليه هدف تاني من الخروج مع رامز. كمان رامز جلال نفسه ان هو الشركة اللي بتنتج البرنامج بتدعمه كتير جدا جدا، وباتصالاتها وبعلاقاتها مع اللاعيبه المشهورين والفنانين ولاعيب الكوره والشخصيات المهمه ان هي تظهر في البرنامج عشان يزود من شعبيه البرنامج. كمان مدحت العدل طلع نظر برضو على حسام حسن وقال ان هو المفروض ملوش تاريخ في التدريب، ان هو تاريخه كلاعب فقط. كل ده مجرد ان هو قال ان زيزو افضل له ان هو يروح للنادي الاهلي، رغم ان زيزو نفسه مع الزمالك بقاله سنه مش عارفين يجددوا له، بقالهم سنه بالظبط بيلفوا ويدوروا حوالين زيزو عشان يجددوا له، مش عارفين يجددوا له. هجيب لكم بقى راي واحد من جماهير الزمالك نفسها، لكن عايز اعلق على كلامه اللي قاله عن امام عاشور وعن احمد حجازي. امام عاشور يا جماعه المنتخب في احتياج امام عاشور جدا جدا. انا كاهلاوي بصراحه من غير ما حد يزعل كنت اتمنى ان هو كل لاعيبه الاهلي يبعدوا عن المنتخب خالص في وجود شخصيه زي حسام حسن. انا بقول لك المنتخب في وجود حسام حسن منتخب لا يمثل اغلبيه الشعب المصري. المفروض ان يكون شخصيه اللي بتدرب منتخب مصر شخصيه عندها ثبات انفعالي، شخصيه عندها علم في عالم التدريب في كرة القدم، عندها تاريخ من البطولات. وانا كنت افضل لو كانت شخصية مدرب اجنبي او مدير فني اجنبي قدير عامل بطولات عشان يقدر يمسك منتخب مصر. اما في الوضع اللي موجود فيه والمجموعة الهزلية مجموعة كاس العالم اللي احنا موجودين فيها، اللي كل الفرق فيها من اضعف فرق الموجودة في افريقيا، وده طبعا في حد ذاته مش انجاز خالص خالص انك توصل لكاس العالم في ظل المجموعة المهزأة اللي انت موجود فيها دلوقتي. بعد الحملة المسعورة على إمام عاشور واستبعاده من المنتخب، يشاء السميع العليم
ان الكلام يترد على زيزو وعلى الزملكاويه في نفس الاسبوع تماما، والحمله تتقلب على الزملكاويه وعلى حسام حسن اللي كان طالع اخوه يقول لك عليه نيجيري، وحسام حسن اللي طلع في المؤتمر الصحفي يقول لك اصله لازم يعتذر ومش لازم يعتذر. شوف حق امام عاشور جاله في نفس الاسبوع بالظبط، والحمله اتقلبت على حسام حسن وقال رايه في انتقال زيزو، وكمان حلمه ان هو يدرب للنادي الاهلي. انا لو مكان اي واحد زملكاوي هزعل بامانه، يعني انت كمدير فني لمنتخب مصر مفروض انك تكون عندك لباقه في الكلام، لكن هو ده الطبيعي، هو ده حسام حسن يا جماعه، ده ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش حتى الكلام اللي قاله في المؤتمر الصحفي ما كانش صح يطلع من مدير فني بيمثل منتخب مصر. اما احمد حجازي فطبعا الاساءه اكبر من وجهه نظري، لان انت مش عايز تختار لاعب بيقول، كنت ترد بلباقه وتقول انا كل لاعب لما يكون مستواه يؤهله هينضم لمنتخب مصر، وتقدر تقول بكل لباقه لو احمد حجازي مستواه رجع لفورمه عاليه ممكن ينضم، ما تقولش بقى 1% او 2% والكلام الهلفطه. لكن ده طبعا انا مش مستغربه خالص من حسام حسن يا جماعه، انا متوقعه، ده طريقه كلامه من زمان جدا، مشجع كره قديم واعرف حسام حسن من ايام ما كان بيلعب لسه في ناشئ الاهلي، ولما ظهر حتى في الماتش الناشئين اللي لعبوا وغلبوا فيه الزمالك سنه 89 مع احمد شوبير، هو ده طبع حسام حسن ودي طبيعه حسام حسن، مفيش خالص اي اختلاف. حتى لو بقى عنده 100 سنه حسام حسن لاعب اناني ومدرب اناني ما بيحب